في السبيطار الله يطلق سراح الشاب اللي باقي محتجز عند السلطات الجزائريه. انا اللي ما فهمتش هو ملي كتبت تدوينه كندوي فيها على المسؤوليه ديال فرنسا، انا عارف راسي اش كنكتب، انا ما كنتكلمش عن فراغ. اولا الواحد الا كيحمل الجنسيه ديال شي بلاد، هذيك البلاد كتحرك على ودو سالينا، تكون عنده جنسيه مزدوجه، يكون عنده اصل من بلاد واحد اخر، من المغرب ولا من هنغاريا ولا من اي قنت. هذاك الصمت مريب، وهذاك الصمت كيبين بانه هذيك الدوله ما عطياش قيمه للفرنسيين من اصول مغاربيه. سدات مدام بعد هذه النقطه هذه نحيدوها، وخاص يكون هناك تحرك من طرف السلطات الفرنسيه، لان المشكل اساسا وقع في مياه اقليميه جزائريه، لان هذوك الوليدات دخلوا بالخطا. رده الفعل كانت وحشيه وهمجيه، ولكن هذوك الوليدات دخلوا بالخطا وما عندهم جواز فرنسي. دونك المشكل الاساسي كاين ما بين فرنسا والجزائر. الان نتكلموا على الاصول المغربيه، الناس كيتحاملوا بزاف على المغرب، كيعايروا البلاد وما كيخليو ما يقولوا حنا رخاص عند الدوله. راه المشكل وقع مع دوله انت قاطع معها العلاقات الدبلوماسيه وسد معها الحدود وانقطع انت وياها، ودوله حمقاء ما عندها ما تخسر. واش دابا بالله عليكم واش نتوما باغيين الحرب ما بين المغرب والجزائر؟ خيار بليد بالنسبه للمغرب، خيار غبي. حنا عندنا ما نربحوا من هنا لقدام، عندنا استثمارات اجنبيه مباشره، عندنا الفوسفات اللي واقف عليه العالم كامل. ما بين فرنسا والجزائر هذوك الدراري دخلوا بالغلط المياه الاقليميه الجزائريه. نهار الجزائريين دخلوا بالغلط للمغرب راه ما تسنى واحد الجندي جزائري جا هبط وداهم. ولكن انت كتعامل مع بنادم ما عندوش العقل، وبركه من التحامل على البلاد. الله يرحم اللي ماتوا وما لقاوهاش فرصه اننا ندوزو. ما لقيتش انا عارف مغاربه ولا ناس واحد اخرين اللي كيكسبوا داكشي، واللي بغى يفهم يفهم. اللي البحر وتدخل الحدود بحريه ماشي ديالك وترجع جثه هامده. هادشي اللي وقع للشابين بلال وعبد العالي الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته، زوج من خيرة شباب المغرب جنسيه فرنسيه، جاو كأي جاليه مغربيه باش يدوزوا العطله ديالهم في بلادهم. كانوا في مارينا ديال التسعيديه، كراو جوج ديال لي جيتسكي، كانوا 4 ديال الدراري. لحد الان جوج منهم تلقاو الجثه ديالهم هامده، واحد منهم تعتقل وتحكم عليه مباشره ب 18 شهر ديال السجن، والرابع مازال ما عرفناش واش عايش ولا ميت. ما عرفت ما نقول. غير تخيل معايا، تخيل معايا انت جالس في بلادك، جاي من بلادة الناس، ضارب تماره العام كاملو، وجاي باش تصيف في بلادك وكاري جيتسكي وتلفتي في البحر. ما حراق ما بزناز، وليدات نقيين متقي الله سبحانه وتعالى، داخلين تتجلاو في البحر بلي جيتسكي ديالهم. حتى كتجي عندهم القوات البحريه الجزائريه، الاحساس ديالك في ديك اللحظه غتفرح، الحمد لله جا العوين اللي غادي يعتقني من هاد التيهه هادي اللي تتمنى. حتى كتفاجئ انهم لا حول ولا قوه الا بالله يرميوك بالرصاص بدون اي انذار ولا مقاومه، وكيلوحوك جثه هامده. بلال مسكين الله يرحمه ويوسع عليه تلقى صياد مغربي في البحر ديال السعيديه، وعيط للسلطات المغربيه وجاو خداوه. عبد العالي مسكين رماه البحر للجزائر، والعائله ديالو كطالب باسترجاع الجثه ديالو باش يدفنوا ولدهم. الدري الثالث تعتقل عايش وتحكم عليه مباشره ب 18 شهر ديال السجن. علاش ما فهمناش. والرابع لحد الان مازال ما عرفناش فين كاين. دابا انا عندي واحد السؤال، علاش ملي وقعت نفس الواقعه وبحاره جزائريين دخلوا للحدود البحريه المغربيه تم تحذيرهم فقط ورجعوهم للحدود ديالهم، ما تيراو فيهم، ما ضربوهم، ما تعداو عليهم، ما اعتقلوهم، ما حتى شي حاجه. القضيه خاصها ترجع قضيه راي عام. ولادنا ما شايطينش علينا، ودم ولادنا نفديوه بدمنا. القضيه خاصها ترجع قضيه راي عام. حق وليداتنا خاصو يرجع. كان طالب من السلطات المغربيه بالتدخل وارجاع جثه عبد العالي مسكين اللي بقى. مساء الخير. كما يقال أبت النذالة أن تفارق أهلها. استمعتم جميعا وتابعتم مقتل شابين مغربيين يحملان الجنسية الفرنسية في المياه الإقليمية الجزائرية. هم 5 شباب خرجوا من ميناء السعيدية الترفيهي ومشاوا لمنطقة رأس الماء، وفي طريق عودتهم من هناك ضلوا الطريق، فإذا بهم في المياه الإقليمية الجزائرية خفر السواحل الجزائري ببرودة أعصاب، بكل قذارة، بكل نذالة، بكل حقارة، قاموا بإطلاق النار عليهم وإردائهم قتلى.
هناك جثتين لشابين مغربيين في المستشفى، هناك 3 آخرين منهم من هو مصيره غير معروف إلى حد الساعة، منهم من قيل بأنه قد تم اعتقاله من خفر السواحل الجزائري. ما هذه النذالة؟ يعني كنا نقول أن العقلية المتحجرة لدى القيادات العسكرية